شاهدة في منتصف ملعب المباراة ممكن تشاهدة كرة فيها محاولة عرضية في منطقة جزاء رأسية. هدف لمصلحة المنتخب الإيراني ثانية لبطولة كأس آسيا هنا في الدور الأول، ويتواجد في المقدمة مع علي مبخوت في اللقطة الماضية. يا سلام يا سلام على كرة اللاعب سردار أزمون، يرتقي خلف الكل بعيدا عن الرقابة الدفاعية ويضع كرة صعبة جدا في شباك جلال حسن ليعلن من خلالها أن هنالك استغلال واضح للمنتخب العراقي بالنسبة للنقص العددي الموجود في تشكيلة إيران. عموما كرة فيها محاولة على عرضية، جول. لا زالت المحاولة، جول جول جول. احنا لازم احمد ياسين يسجل. هذه كرة علاء ملعوب الكرة الماضية هي عراقية. الله عليك يا ابو غمازة كردش، الله عليك يا ابو غمازة كردش. احمد ياسين يسجل هدف التعديل هنا لمصلحة العراق، والتعادل يأتي الآن. أحمد ياسين، لكن أيضا الكرة طالت على أحمد ياسين. هذه عرضية ملعوبة، لكن أيضا هي الأخرى فيها إبعاد وتحولت بعد ذلك إلى ضرغام إسماعيل. في الجهة اليسرى محاولة عراقية إلى ضرغام في المنطقة خطيرة، جول جول جول. الله على يونس، الله على يونس، لاعب يونس. الله عليك يا ولد الملحة، الله عليك يا يونس. هذه الكرة هي من يونس. هي واليوم يوم الفوز، اليوم يوم الفوز. ويبعد الكرة إلى خارج أرضية الملعب، والمحاولة الماضية تصل إلى ركلة ركنية راسية خطيرة. منتخب جلال حسين ليعادل النتيجة للمنتخب الإيراني الآن هنا بهدفين لهدفين. ويا سلام على سيناريو في مباراة رائعة جدا من مباريات آسيا، واحدة من الشواهد التاريخية على آسيا تعكس صراع الدولتين وصراع العراق وإيران. هنا في المستطيل الأخضر يتعادل المنتخب الإيراني. جاسر، الله يا كاسر. مواجهة علي رضا حقيقي. ضرغام، الله يا عراق، الله أكبر، الله أكبر. وركلة جزاء للبطل ضرغام في شباك حقيقي. هدف ثالث حقيقي وجلال حسن. يلا يا جلال، كرة ملعوبة رأسية. جنون آسيا، جنون آسيا. استرالية كامبرا. شوف الكرة الماضية، كرة عن طريق من؟ عن طريق القائد، ثم بعد ذلك رضا جوجان إحقاقا للحق. الكرة تجاوزت خط المرمى من التسديدة، الكرة تجاوزت من تسديدة سيد جلال حسيني، والكرة بعد ذلك وصلت براسية رضا جوجان في شباك الحارس جلال حسن. من كان يعتقد بأن متعة كرة القدم فهد. يلا يا سعد، يلا يا سعد، سعد عبد الأمير، يلا يا سعد. سعد عبد الأمير على ما يحدث فيها. ركلة جزاء سعد إلى خارج أرضية الملعب. بور علي غانجي وجلال. يا سلام يا سلام، كرة
يضعها بشكل رائع جدا لاعب المنتخب الإيراني فارسي جلال حسن. يعلن الآن عن تقدم المنتخب الإيراني على مستوى ركلة ياسر قاسم. عموما وليد سالم الآن، يا سلام يا وليد، يا سلام، وليد سالم يسجل ويضع الكرة في شباك الحارسي علي رضا. حتى نخرج معنويا تحس ان لاعبو المنتخب الايراني اكثر متحمسين من جواد نيكونام جلال يضعها في المرمى. جواد نيكونام يسجل الان الركلة الترجيحية. ردة فعل الجمهور هي التي تحكم، بحكم وجود الجمهور قريب مني. سجل ضرغام اسماعيل ركلة الترجيح الثالثة العراقي. شوف الكرة اللي علي رضا حقيقي راح للكرة. سيد جلال حسيني، سيد جلال في مرمى جلال حسن من سيد جلال حسيني الآن في الشباك ليعلن مرة أخرى عن تقدم. كرة فيها محاولة من ركلة ترجيحية علي عدنان. يا سلام، هدف التعديل ياتي من علي عدنان في الركلة الترجيحية الرابعة. الآن يبدو بأن غفوري شوي ترتفع، شوي ترتفع. يتاهب غير واثق، يلعبها غفوري يسجل الآن والركلة الترجيحية الخامسة المنتخب العراقي عن طريق اللاعب يونس محمود. يرس الكبير في هذه البطولة يونس محمود. الله يا أخي، شنو دمك، شنو أعصابك يا أخي، شنو أعصاب. مستحيل. المنتخب الإيراني لتسديد الركلة الترجيحية السادسة يسجل علي رضا يسجل والرائعة، وبالتالي تستمر ركلات الترجيح ونصل إلى الركلة الترجيحية السادسة. الدور على العراق. ياسر قاسم يا عيني عليه، لأنه نجم اللقاء الأول من وجهة نظر شخصية بتسجيل ركلة الترجيح، ويبدو الدور القادم لإنقاذ عربي آسيا. كرة في الشباك من أندرانيك تيموريان يسجل بشكل قوي جدا ويضع الكرة في أخرى عن عودة المنتخب الإيراني لاستعادة قوية جدا من أندرانيك تيموريان. عموما مروان حسن على تنفيذ ركلة الجزاء. مروان، يا سلام عليه، مروان حسن يسجل ركلة الترجيح. العراقي يتحول الضغط من جانب إلى آخر ومن فريق إلى آخر، وإيران وجلال حسن في المرمى. جلال وحيا ركلة الترجيح الثامنة للعراق. سلام شال رضا، هي ساعة الحقيقة. سلام، جول راية العرب خفاقة باسم العراق. راية العرب خفى العرب. يا سلام.